جينا دلوقتي هنتكلم مباشر على الهوا على طول، وراح نبدأ معاك ونقول مفيش أغلى من الصحة، ومن فرط كده وضحى هيوصف لك طبيب موهوب كلام مش هتلاقيه مكتوب، مع العلم ومع الدكتور وأعشى بسرها مسطور. وراح نبدأ معاك على طول مباشر على الهوا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملك الملك والملكوت، المتنزه بالعزة والجبروت. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه له مخاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه، وبعد. نرحب بكم ونجدد لكم التحية في حلقة جديدة من مباشر مع الدكتور عبد الباسط. الحقيقة برضو بأنبه ان احنا يعني ايام بلونجنج زي ما بيقولوا، ان انا بتبع شركة اسمها الشركة العالمية للمنتجات الطبيعية. شركة طبعا مشهرة، والحقيقة لها جذور كبيرة جدا من حيث البحوث العلمية اللي بترجع الى تسجيل 36 تركيبة عشبية موجودة في المانيا وموجودة في كندا. والحقيقة الكلام ده برضو يعني فعلناه عن طريق تسجيل هذه الأمور هنا كمركبات لها أسماءها كمنتجات غذائية ومكملات غذائية. الحقيقة أنا أتشرف أن أنا أكون المستشار العلمي لهذه الشركة، وطبعا معايا الدكتور مروان، معايا الدكتور أشرف، ومعايا الدكتور حاتم جبر، وطبعا معانا الاعلام الكبير اللي هو الدكتور هشام احمد. دي الشركه دي بالحقيقه جابت كل هذه البحوث وكل هذه التجارب، يعني كل امر هنا احنا عاملينه له طبعا يعني مؤكد النتيجه بتاعته. ما هياش الامور هنا يعني زي ما احنا اي حاجه كده، لا، كلها حاجات مؤكده وحاجات يعني مسجله كمكمل غذائي او منتج غذائي او منتج للتجميل. بناء عليه احنا طبعا اتكلمنا في الحلقات السابقه عن حاجات كتيره جدا، بس انا برضو عايز دلوقتي اركز في هذه الحلقه عن حاجه محدده نظرا لكثره التليفونات اللي جاتني النهارده. عايز اركز عن الهير ليس اللي هو زيت الشعر، وان شاء الله برضو هركز عن اعشاب التخسيس اللي هي سليم فيت، وهركز عن اعشاب السكر اللي هي سمارت لايف، وهركز على اعشاب الكبد، وهركز على اعشاب اذابه حصوات المراره وحصوات المسالك البوليه. في حاجه برضو لابد ان نتكلم فيها بسرعه جدا. في بعض السيدات على فكره، في ناحيه حصوات المراره بتتواجد عند السيدات بنسبة 3-1 للرجال. وعلى فكرة أنا سئلت فيها في التلفزيون السعودي وقالوا لي ليه السيدات 3 والرجالة 1؟ قلت له عشان الرجالة بيجيبوا المرارة للسيدات. فدايما الحتة دي بتبقى مشكلة. والمرارة اللي حصوة المرارة بتبقى عبارة عن ايه؟ كوليسترول، دي عبارة عن دهون. فاحنا الحقيقة بسم الله ما شاء الله عملنا ما يسمى بايه يا سيدي؟ الايزي ماتريكس. الايه؟ الايزي ماتريكس. الايزي ماتريكس. وده الايزي ماتريكس ده بيعمل ايه؟ الحقيقه لما استخدم في المانيا كان في حاجه، وانا قلت والله تجربه، والله يا جماعه التجربه دي تمت الشهرين اللي فاتوا. جاتني واحده زميله وبتقول لي ان زوجها جراح، وفي 18 جراح من زملائه قالوا لها تروحي شمال تروحي يمين هتشيلي المراره، لابد انك تشيل المراره. وجايه بتقول لي انا مش عايزه اشيل مراره، وسمعتك بتتكلم في هذا الكلام ونفسي يا دكتور تنتصر في هذا التحدي. انا شفت السونار، لقيت فيه مالتيبل ستونز، يعني عدد كبير جدا من الستونز
صغير وفي منها ستونز كبيره جدا. وقالوا لها كمان في كوليستيزيس، يعني جدار المراره ايه؟ ناشف جدا. وفي كرونيك كوليستيزيس، يعني كرونيك يعني ايه؟ يعني حاجه مزمنه. قلت لها طيب بس خدي الكلام ده. والراجل بتقول لي ايه؟ بتقول لي زوجها الجراح كل يوم وهي بتاخد الاعشاب صباحا ومساء واخدها تريقه، يقول لها مش هينفع، برضه هتعملي الجراحه وهتشيلي وهتجي تعبت. وبعدين راحت ايه؟ بعد شهر من نتيجه الايه الفضول بتاعها راحت عملت سونار. لما عملت سونار ابتدت ايه؟ كلمتني الصبح بدري، يا دكتور انت هتيجي اشوفك، تعالي نشوف. لما تيجي تقارن دي بدي مفيش مقارنه. مفيش مقارنه. قلت لها طب استمري وما تقوليش اي حاجه. استمرت بعد شهرين جايه بتقول لي يا دكتور تنتصر وتنتصر على الكل. قلت لها ازاي؟ قالت لي ده انا عرضت عليهم لدرجه ان كلهم فحصوني وقالوا ممكن تكون السونار اللي موجود ده مش يعني مش بتاعها. شوفوا ياكوا ازاي، واضطروا يعملوا سونار جديد ما لقوش حاجه خالص. كل المالتيبل ستونز اللي هي العديد الستونز الحصوات اللي موجوده مع الحصوه الكبيره كله ده تماما. طب عظيم. طيب الكرونيك كوليستيزيس اللي هي المراره اللي هي جدارها، قالوا لا ده العمليه الفلكسبيليتي المرونه بتاعتها ابتدت تبقى تشتغل كويس جدا. وابتدت هي قالت لي انا شعره بكل حاجه، شعره بكل حاجه. على فكره دايما اللي بديله اعشاب المراره انا دي بقول له ايه، ويكون عنده حصوه مراره بقول له حاجه مهمه جدا. احنا اتفقنا ان سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه كان بيدوب دايما، له كان كوب من القوارير منبعج من المنتصف وضيق من فوق وضيق من تحت، وكان يغطيه. لان سيدنا رسول الله وصانا ان احنا نغطي كل حاجه. اذا نمتم فاطفئوا السرج واوكئوا الاسقيه وخمروا الطعام والشراب، صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. فكان يصحى يسيب الماء ده موجود في الايه في الكوب عشان يكتسب درجه حراره الغرفه ويدوب. كان يطيل ذوبان العسل وكان يقول عليكم بشراب العسل. على فكره كل بتوع الميكروبيوتيك خدوا عمليه الذوبان دي من رسول الله. يقعد يذوب العسل وبعدين يضيف عليه زيت زيتون ويشربوا على الريق. العمليه دي زي ما قلت بتبطن الجهاز الهضمي وبتدوب كل الحصوات. فعشان كده انا وصيت الست دي عملت كده، بالاضافه الى اعشاب المراره تمام التمام، لدرجه ان هو نفس الجراحين اللي كانوا موجودين ابتدوا يبعتوا ناس عندهم ايه بتاع ده. قلت له وبعدين بيقولوا لي الله ده انت هتقضي يا سيدي، ما احنا مش في ناحيه. فهي مشكله انت لما بتشيل المراره اللي بيحصل ما الكبد بيقوم مكانها وبتحول الى كبد ايه؟ كبد دهني. دي مشكله كبيره جدا. طيب اعشاب المراره كوليسترول، انما اعشاب المسالك البوليه ايه؟ دي املاح. ده املاح اللي هي اما اوكزاليك اسيد واما يعني اللي هي قصدي اما بتاع ده كالسيوم اوكزاليت، يا اما كالسيوم اوكزاليت، يا اما يوريت فوسفات المغنيسيوم والكالسيوم، يا اما يوريك اسيد، يا اما لو كان واحد عنده سيستين يوريا بيتكون من السيستين حمض الامين السيستين. ودي قليله جدا لان السيستين يوريا دي مرض وراثي من الامراض الوراثيه. فالحقيقه في حاجه كانوا دايما زمان يوصفوا زيتونه بني اسرائيل على اعتبار زيتونه بني اسرائيل. في ناس يقول لك ايه؟ طب ايه الكلام ده؟ ده رده بقى عوده للخلف. لا يا جماعه، ما زيتونه بني اسرائيل دي عباره عن ايه؟ عباره عن زي ال يعني الزلط، بس لما بتيجي تطحنها وتيجي تشوفها تلقى فيها املاح الليثيوم، املاح الصوديوم، املاح البوتاسيوم. فدي بتحول اوكزالات الكالسيوم الى اوكزالات صوديوم دائبه. الاوكزالات الكالسيوم لا تدوب، وبعدين تحولها الى اوكزالات كالسيوم، اوكزالات صوديوم، اوكزالات بوتاسيوم، اوكزالات ليثيوم، والثلاثه بيدوبوا. فهي بتحتوي فعلا علميا على املاح الليثيوم واملاح الصوديوم واملاح البوتاسيوم. عظيم. طيب جينا لقينا بقى ايه؟ شوك الجمل او شوك العجول، وجينا لقينا الدمسيسه والكلام ده. عملنا تركيبه بحيث ان اللي ياخدها تشيل كل املاح. طيب في ناس كتيره جدا يقول لك ايه؟ هي دي عباره عن ترسيب املاح وبس؟ لا، دي في حاجه اسمها الستون ماتريكس. اللي هي الستون ماتريكس اللي هي في خلل في التمثيل الغذائي لاحدى الاحماض الامينيه. في الجسم في كام حامض اميني؟ 21. طيب
ممكن يبقى فيه اتنين في البيت، واحد عنده خلل في التمثيل الغذائي مثلا في الفينايل الانين، وواحد عنده خلل في الارجينين، واحد عنده خلل في التيروزين. يعني ايه؟ عشان كده لما عملنا احنا بحوث وقلنا ده الستون ماتريكس، الماده اللاصقه البروتينيه اللي بتلتصق فيها الاملاح، دي عباره عن ماده بروتينيه نتيجه الخلل في التمثيل الغذائي لاحدى الاحماض الامينيه. تعرف الاجانب قالوا ايه؟ قالوا اتش 1، اي حمض امين. ولو تعرف واحد بس كنا خلاص ايه، حلينا المشكله. انها بيختلف. عشان كده في مشكله كبيره جدا. اي واحد عنده حصوه فتتها بالايه، بموجات التصادميه، فتتها بالمنظار، نزلها بالبتاع ده، هتتكون تاني لانه الخلل لسه موجود. فعشان كده بنعمل ايه بقى؟ عملنا الخلطه دي بتذوب الاملاح تمام التمام، بس في ناحيه بتمنع تكوين الماده اللاصقه، الماده البروتينيه. بعد ما يذوبها نعمل ايه؟ بناخدها نحللها. لو كانت اوكسالات كالسيوم نديله بروكسامول حلف البر، نقول له عيش عليه على طول، اوعى تبطله. انا عندي اخ الله يرحمه كان لو بطل الرواتينكس لازم يكون حصوه. قعد 30 سنه ياخد الرواتينكس اللي هو زي زيت البقدونس. طيب بسيطه جدا. في واحد احنا هنقول لكم اعملوا كل يوم، هاتوا ربط البقدونس تحطوا عليها ميه بتغلي، لا، خد الرواتينكس بالليل وخاصه في الايام الحر. فعشان كده عملنا الخلطه دي، بتذيب المسالك البوليه دي، بتسيح الحصوه تماما، بتفتت الحصوه تماما وتنزلها لك تماما، حتى حصوه المثانه بتفتتها تماما. والتجربه بتاعتنا تجربه رائده، في خلال 15 يوم بتقضي عليها تماما. بس بعد كده بنقول لك ايه؟ عشان ما تكونش حصوه ثاني جديده لابد انك انت تحللها وتاخد اما البروكسامول واما ايه الرواتينكس. بس كنت ليا حاجه صغيره بس كده يا دكتور، بالنسبه للاملاح اليوريت بيتاخد لها طبعا اليوفري اللي هو المتخصص في الاملاح اليوريت وتنظيم النقرس. يعني بس كنت عاوز حضرتك توضح. انا على فكره في ناحيه انا قلت ان التجربه تمت علي انا وتمت على الدكتور خطاب السبكي الله يرحمه، وده كان استاذ التحاليل الطبيه في الرقابه الاداريه الله يرحمه، كان في مستشفى المعادي، وكان عنده مشكله كبيره جدا. اليوريك اسيد بتاعه ما كانش بيقل عن 18 يا جماعه، 3 ل 7. في امريكا في 5 مليون، وكل الدواء الغربي بيعتمد على ايه؟ تثبيط تكوين اليوريك اسيد. طب اخده على طول، اخد مركبات الكولشيسين على طول، اخد البتاع ده الفوار اللي هو يورسلفين على طول. ايه ده؟ هل ده كلام يعقل؟ فاحنا الحقيقه وجدنا الكلام ده وعملنا تركيبه بحيث تعمل ايه؟ ترجع وتصلح الخطا في التمثيل الغذائي للقواعد النيتروجينيه الموجوده في الاحماض النوويه اللي هو البيورين. لما تصحح الخطا في التمثيل الغذائي خلاص. انا راجع من انجلترا، كان ايه، قعدت 8 شهور هناك، وكان الاستاذ مروان كان لسه صغير وكان ري، وقعدت بقى ما فيش لحمه، ما فيش فول، ما فيش بقوليات، حرمان تمام. اليوريك اسيد 13، يوم ما نزل بقي 9، وصوابعي لا تلبس الحذاء الصبح تلقى صبعك واقف في الحذاء، شويه تصحى الصبح تلقى الحته دي واقفه. ايه شغلانه، ايه العذاب ده؟ ابتدينا نشتغل في الامور ديت، وطبعا وابتديت اخدت انا يعني اول ما طبقت الكلام على نفسي الايه ال 13 بقيت 4.5، بطلت. بعد كده بطلت اخد اي حاجه، وكل شهر اعمل ايه فولو اب، يعني ايه طبعا بتابع نفسي. 4.5 لحد دلوقتي ما زادتش عن 4.5. الكلام ده من امتى؟ من ايه، من 20، من اكتر من 30 سنه. ابتديت اشتغل مع الناس اللي هم اليوريك اسيد عنده عالي، كل اللي ياخدها يقول لك خلاص. وانا حتى قلت كمان يا جماعه الكلام اللي انا قلته اليو فري، السفير الله يرحمه ويحسن اليه، هذا الرجل كان برضه عنده وكان بيعاني من هذه المشكله، وكان بيعاني من البلاطه السخنه اللي في رجليه بعد ما قلع الحذاء. اللي حصل ايه بقى؟ الراجل بعد ما شوفي في خلال 45 يوم وقال لك ايه ده انا رجعت رجليا تاني، ورجعت وبمشي طول النهار ولابس الحذاء طول النهار، واروح البيت ما فيش اي مشكله، وباكل عادي جدا، والامور تمام التمام، واليوريك اسيد بدل ما كان 13 بقي 4 ولا بقي 5. ابتدى سبحان الله
يعمل مثلا 1000 تركيبة كل شهر ويوزعهم لله، واستمر على كده. قال لي لابد طول عمري اعمل هذا الكلام. الامر هنا يا جماعه حاجه مهمه جدا جدا اليو فري، وعشان كده قلنا اللي عنده ركبه ياخد معاها ايه؟ مايولوشن. المايلوشن وياخد معاها اليو فري. طيب الكلام ده هنا في بعض الناس اللي احنا بنقول بياخد تخسيس او بياخد ايه؟ مسالك بوليه، عنده حصوه في المسالك البوليه، يبقى لازم جنبيها ياخد ايه؟ اليو فري جنب حصوه المسالك، جنب اعشاب حصوه المسالك البوليه. تمام. وعلى فكرة أنا لاحظت حاجة مهمة جدا، في كثير جدا من السيدات اللي بيجوا لنا وبيبقى عنده التهاب في الايه؟ التهاب خلوي. يعني التهاب خلوي يعني ايه؟ يعني تلقى الساق بتاعت رجله فيها التهاب خلوي، التهاب في الأوعية الليمفاوية، والالتهاب في الأوعية فيه عامل حمرة، والحمرة دي بينضروا يدوا لها ايه؟ يدوا لها طبعا مضاد حيوي قوي جدا. على فكرة الكلام ده دايما يرجع لضعف الكبد، لما احنا بنديله اعشاب الكبد بتاعتنا بيبتدي يتحسن. وبعدين بنديله حاجه مهمه جدا، لما بياخد اعشاب الاملاح تبتدي برضه الامور تتحسن الى ابعد الحدود، وبعدين ما تتكررش عمليه الحمره تماما تاني. يعني معنى ذلك ان الحمره دي عباره عن ضعف كبد وضعف فين؟ البروتينات المناعيه اللي موجوده في الكبد. الحقيقه الكلام ده خلانا نخش في حاجات كتيره جدا جدا. تفضل نقطه هنا صغيره، السكر اللي من النوع الثاني. يا جماعه السكر اللي من النوع الثاني والله في المانيا، معلش يا دكتور بس مقاطع حضرتك، عاوزين نشرح للناس ايه السكر من النوع الثاني؟ يعني في ناس ممكن ما تفهمش. السكر النوع الثاني اللي هو معتمد على الحبوب من الخارج، واللي هو اساسا غير معتمد على الانسولين. وكانوا زمان التقسيمه بتاعت السكر بيتبعوها الاتي: اي واحد صغير يجي له السكر يبقى من النوع الاول. يعني تحت سن ال 30 كان يقول لك لا ده انسولين ديبندنت، معتمد على الانسولين. جوفنايل دايابيتس. طيب جوفنايل دايابيتس. اي واحد بعد سن ال 40 يجي له السكر يقول لك ده معتمد على النوع الثاني، اللي هو اساسا البنكرياس شغال، يبقى غير معتمد على الانسولين. ابتدت الامور تختلف تماما، لدرجه انا مره كنت موجود في المملكه العربيه السعوديه، ورحت مع الدكتور هناك وشفت عدد كبير جدا من الاطفال. قلت لهم يا جماعه انتوا عملتوا السي بيبتايد؟ فكان في دكتور فاضل سعودي جه من بتاع دي، قال لي ده احنا لازم نعمل كده. كان لسه جاي من بره الحقيقه، قال لي لازم نعمل كده. فعملنا كده، لقينا عدد كبير جدا من الاطفال اللي موجودين يعتبروا من النوع الثاني، مش من النوع الاول، اللي هو مصنعات البنكرياس. البنكرياس بيفرز حاجه اسمها سي بيبتايد وسي بيبتايد، قلت الاثنين اهم زي شريطين القطر متوازيين. ده بروتين يعتبر سي بيبتايد، يعني بروتين قصير مش بروتين طويل، وده سي بيبتايد بروتين قصير. الاثنين دول لما يرتبطوا برابطه كبريتيه يعملوا انسولين فعال. لما عملنا السي بيبتايد بعد الوجبه بساعتين، لقينا السي بيبتايد طبيعي. يبقى معنى ذلك اما نلقى السي بيبتايد طبيعي، يبقى ده يدل سواء كان صغير ولا كبير عنده سكر من النوع الثاني. وانت جالكم حاله موجوده جت قبل كده كان بتاخد انسولين كام؟ 4 مرات. لما جاتني طفله صغيره وبتدوخ وبتعمل، قلت له روح قدر لي السي بيبتايد بعد. اول ما قدر السي بيبتايد بعد الاكل بساعتين، لقيت السي بيبتايد بتاعها عالي جدا. قلت له الغي الانسولين ونخش على النوفونورم، او نخش على اعشاب السكر بتاعتنا. هي مشكله طبعا السكر ان الادويه من النوع الثاني ده بالذات ان هو بعد كده بيتحول زي النوع الاولاني. ازاي يتحول بعد فتره؟ هي من 3 ل 5 سنين عصرت البنكرياس وخلصت السكر مصنعات البنكرياس او مصنعات الانسولين اللي موجوده فيه، واتلفت خلايا بيتا سيلز. كل سنه وانت طيب حولته من النوع الثاني الى النوع الاول معتمد على الانسولين. المانيا لها تجربه رائده، خدت الصموه من هنا من سينا وابتدت تستخدمها على اعتبار انها هايبوجلايسيميك بلانت، والهايبوجلايسيميك بلانت يعني نباتات مخفضه لسكر الدم، واستخدمتها مع الثقافه الصحيه والوعي الصحي مش التمام. بالنسبه لاسبانيا استخدمت نبات اسمه التوكوما، ونبات التوكوما ده فيه انسولين لايك سبستانس. الهند استخدمت استخدمت الحلبه، لان الهند ما يهمهمش الريحه. هنا احنا عندنا حب الرشاد لسبب ان حب الرشاد سماه سيدنا رسول الله الشفاء. احنا عملنا تركيبه متوازنه تمام التمام.
التركيبه دي سموها ايه؟ سموها سمارت سمارت ايه؟ لايف. سمارت لايف، يعني تخلي الانسان سكره تمام التمام، يمشي تمام التمام، السكر اقل من العتبه الكلويه. رب العزه جعل عتبه عند الكليه اسمها العتبه الكلويه، كدني ثري شولد. لو السكر زاد في الدم عن 180 العتبه دي تتفتح وتنزل السكر في البول. اهم حاجه ان السكر يقل عن ال 180، يعني دايما حتى الطفل اقول له اهم حاجه السكر يقل عن 180 عن 160 ماشي. واللي تعرفوا الطفل الصغير لما بيجي عنده سكر اقول له بعد ما ياكل ما يقعدش يتحرك. العمليه دي عملت ايه بقى؟ لما استخدمناها لقينا احنا بنقدر حاجه اسمها الاي ار اي بالراديو اكتف بالنظائر Immune المشعه، reactive insulin. اللي هو اميونو رياكتيف انسولين. ده بيديني كفاءه البنكرياس، بيسموها بيقدروها بالراديو امينو اسي بالراديو اكتف، يعني بالنظاره المشعه. بنقدر نقدر الاي ار اي يديني كفاءه البنكرياس، يديني كفاءه. انا دلوقتي عندي من سنه تقريبا 96 لحد دلوقتي الاف الالاف اللي قدرناهم الاي ار اي البنكرياس بتاعهم 30% 40%. لما استخدمنا الاسلوب بتاعهم ده مجموعه الاعشاب دي ما زال البنكرياس زي ما هو. يعني واحد لحد دلوقتي ليه كام سنه؟ ليه دلوقتي 12 سنه بياخد ايه؟ بياخد الاعشاب دي. لما قدرنا له الاي ار اي بعد 12 سنه هي ما ده نتيجه ان هو الحب الرشاد بالذات طبعا بيحتوي على الاوميجا 3 والاوميجا 6، ودول طبعا معروفين ان هم مفيدين جدا للجسم بشكل عام، وبيحتوي على حاجات مضاده للاكسده، فبالتالي بتحمي خلايا البنكرياس او خلايا المنتجه للانسولين في البنكرياس اللي هي البيتا سيلز، بتحميها من التدهور اللي بيحصل لمريض السكر. لان احنا عارفين طبعا ان مريض السكر من النوع الثاني بتبقى غالبا الاسباب وراثيه، بنسبه كبيره جدا بتبقى الاسباب وراثيه، فبتحميها من التدهور اللي بيحصل فيها. فيها مواد فلافونيه ومواد فينوليه، ودي طبعا معروفه ان هي بحمايه ومفيده جدا لمرض السكر، وبتقلل من الاعراض المصاحبه لمرض السكر اللي هي البرفرنورايتس بتاع الاعصاب الطرفيه، بتقلل الديابيتك نفروباثي اللي هي النفرونات بتاعت الكليه، بتقلل الامبوتنس اللي هي ضياع القدره الجنسيه للرجل، بتقلل تصلب الشرايين، بتقلل الديابيتك ريتانوباثي اللي هي الادماء في الشبكيه. تمام. وكمان طبعا الحب الرشاد معروف ان هو بينظم الطاقه اللي موجوده في الجسم. يعني مشكله السكر اكتر هي مشكله طاقه، مشكله ان في سكر زي ما احنا قلنا في الدم قبل كده ومش موجود جوه الخلايا. هو الحب الرشاد بينظم هذه الامور، زائد بعض الاعشاب الاخرى اللي بتساعد على تنظيم هذه الامور، بتعمل زي ما الدكتور قال سينرجيزم. يعني قبل كده قال في حالات اخرى ان هو بيعمل سينرجيزم، يعني تاثير تاثري، تاثير تعاوني. كل واحد شوف، واحد زائد واحد ما يساويش 2، يساوي 3 ويساوي 4 ويساوي 5. بالظبط كده. فده طبعا بينشط الجسم وبيحافظ على الجسم. مشكله السكر ان المرض المفروض الواحد يتعايش معاه، يبقى صديقه، ينظم اكله، يبقى صديقه بدل ما يبقى عدوه. من الاخر من يعني خلاصه الموضوع ان هو من صديق غلس ولازم نتحمله. بالظبط كده. صديق غلس ولازم نتحمله. عشان كده في ناحيه مهمه جدا عايز اقول حاجه. لما يجي واحد رجل بعد سن 40 سنه وتلقى ضاعت القدره الجنسيه بتاعته تماما نتيجه السكر، عدم انتظام السكر. عشان كده يا جماعه في ناحيه، ده لما بندي السمارت لايف دي الاعشاب دي وبنديله بنخليه يقدر السكر التراكمي الاتش بي اي 1 سي كل 3 شهور ويلاقيه منتظم. طيب في اي مشكله؟ لا. هل في التهاب في الاعصاب الطرفيه؟ لا. هل في شكه كده بتتم في الجسم؟ لا. هل بينك وبين اهلك في اي مشكله؟ يقول لك لا، طالما ان السكر السكر انتظم. الكلام ده يا جماعه في منتهى الاهميه. عشان كده في عدد كبير جدا من الاساتذه هنا اللي اساتذه التغذيه العلاجيه يعني سمعوني، وانا يعني بشكرهم برضو مفيش مشاكل. ابتدوا يستخدموا حب الرشاد. يعني مثلا اللي هو مدير فندق هيلتون رمسيس كان عنده سكر وبيستخدم الكلام ده. ابتدى راح لواحد تغذيه قال له ده انت صديقك الدكتور عبد الباسط بيتكلم عن حب الرشاد، فجاني وخد حب الرشاد. بيقول لي انا منتظم عليه تماما تماما. وكان حصل ان زوجته توفت وتزوج وخلف تمام تمام رغم انه كبر سنه. بقول له الله ده انت عندك سكر؟ لا، الامور ماشيه كويس جدا نتيجه الاتش بي 1 سي كويس جدا.
ما هي دي بس بقى. المشكله يا دكتور لو تدهور موضوع النيوروباثي او التهاب أيوة. الاعصاب الطرفيه بيبقى ياخد وقت كبير قوي عشان يرجع. يعني المشكله اللي هو ما بيصاحبش مرض السكر ده اللي عاوز اقوله، بيسيبه مهمله فتره بياخد وقت كبير قوي عشان يرجع. هي المشكله مش كده، المشكله ان هو لو فرضت ان انا قدرت الكرياتينين بتاعت الكليه والبوتاسيوم ارتفع، واخد بالك، بتبقى عمليه التدهور اللي في الكليه تدهور غير رجعي. أيوة. لسبب هقول ليه، وانت احنا قلنا قبل كده ليه. احنا لما بنيجي نقلي بطاطس بنحط حواليها ملح عشان الملح يمص ايه؟ الميه. أيوة. طب السكر عالي حوالين الخلايا في النفرونات، بيعمل ايه؟ بيمص الميه، يكش. طيب تكش وبعدين السكر ينتظم ترجع تمتلئ، السكر يزيد ترجع تكش، السكر ينتظم ترجع تمتلئ. نقعد في لعب العيال دي لحد امتى؟ ما بالظبط كده، نقعد في لعب العيال دي لحد امتى؟ 3000 مره، 30,000 مره، تصور قدروها له كام؟ 30,000 مره. ومع هذا بيحصل دايابيتك نفروباثي. يعني واحد بعد 12 سنه عنده سكر جاي بيقول لك وظائف الكليه الكرياتينين بتاعي 8، دخلت على الغسيل. غسيل طبعا. دخلت على الغسيل، خلاص هنعمل ايه؟ طيب الكلام ده ايه اللي حصل؟ قعدوا يقدروها، لقوا خلايا الكليتين النفرونات والتيوبلر الانابيب دي بيحصل ايه فيها؟ عماله تكش، وبعدين السكر يتظبط ايه؟ تمتلئ، تكش وتمتلئ. تعرف قدروها الفلكسبيليتي المرونه بتاعتها كم مره؟ 30,000 مره. طب بعد كده في ايه؟ وبعدين الكليتين، الكليه دي والكليه دي فيها كام؟ 40 مليون مرشح، وادي 2 مليون، بيتلف ال 40 مليون. وبعدين نتكلم في ايه يا جماعه؟ فعشان كده الكلام هنا مهم جدا ان احنا بنتكلم فيه. يعني لابد ان احنا ننظم السكر تنظيم كويس جدا جدا جدا، وبنستخدم ما يسمى بالسمارت لايف. ده الحقيقه بيجيب نتائج كويسه جدا جدا. بيلغي لي ما يسمى بالايه؟ بالالتهاب في الاعصاب الطرفيه، بيلغي لي الديابيتك نفروباثي اللي هي اللي احنا بنخاف منها، بيلغي لي الديابيتك ريتانوباثي اللي هي ادماء في الشبكيه. اهم حاجه المشكله الكبيره جدا اللي بتتم في الشرايين، لان مشكله السكر كمان بتتم في الشرايين، مشكله كبيره جدا جدا جدا. هو كان في كمان كان فيديوهات كانت مخصوصه ان شاء الله هنجيبها بخصوص الشرايين وازاي امتلاءها بالدهون. وهنتكلم برضه دكتور، عايز اكلم حضرتك عن الدهون دلوقتي. السكر، مريض السكر بيكون دهون نتيجه ان في سكر بيتحوش بيبقى موجود في الجسم، فبيتحول الى دهون. أيوة. الدهون دي بترسب على الشرايين، أيوة. بتعمل مشاكل للقلب والشرايين، وتعمل الجلطات وما يسمى بذلك، وبتعمل برضه الكبد الدهني. يوصف لك طبيب موهوب، كلام مش هتلاقيه مكتوب، مع العلم ومع